السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم فيديو جديد في قناة بتر. والنهارده الفيديو هيختلف شوية. ثانية واحدة، كنت عايز اعمل فيديو عن الاي اي، هو ده الفيديو الاي اي، بس للاسف هحتاج ان انا اغير الفيديو شوية عشان في حاجة جديدة حصلت. ولمعلوماتكم انا كنت عامل فيديو كبير كان المفروض بعده فيديو الف مبروك، بس حصل مشاكل فقلت مؤقتا هجيب لكم فيديو الاي اي بداله. بس للاسف الاي اي هنشيله وهنوسع كده نحط في الاول الفيديو بتاعنا ده اللي هو النهارده اللي بيتكلم عن مستر بيست. انا عاده ما بتكلمش عن المواضيع دي، لو شفت القناه بتاعتي في حاجات غريبه انا فاهم، بس عمري ما اتكلمت عن اي دراما تماما. بس المره دي للاسف محتاج اتكلم عن الدراما دي عشان انا كنت بحب جدا مستر بيست، بس اللي بيحصل حاليا محتاج يعني حد يتكلم عنه. قبل الصح ما نتكلم عن مستر بيست احب بس افكركم عن موضوع فلسطين، اهتم بالقضيه اكتر. طبعا الفيديوهات الجايه بتكلم عن موضوع، طبعا عمري ما نسيت القضيه دي، والقضيه دي اهم حاجه. انا ما بغطيش طبعا على القضيه بالفيديو اللي بعمله ده، واتمنى تهتموا اكتر بقضيه فلسطين. دلوقتي عن مستر بيست. مستر بيست اللي ما يعرفش ايه هو مستر بيست، انا مش فاهم ازاي ما تعرفوش. مستر بيست هو اكتر قناه عندها مشتركين حاليا، سبسكرايبرز اكتر حتى من تي سيريز. مستر بيست عنده حاليا 307 مليون. انا فاكره قبل ما ينزل اخر فيديو عن يوتيوبرز كتير جدا كان عنده 300 مليون، بس دلوقتي بقى عنده 307 مليون. الفيديو الاخير 201 مليون مشاهده. لو عايزين تعرفوا بيجيب قد ايه في السنه، فاكر كان في حد بيقول انه بيجمع تقريبا مليون دولار في السنه تقريبا، حاجه شبه كده، بس طبعا هيطلع انه اكتر بكتير يعني في الفيديو الواحد نزله. في عليه للاسف لو كتبت مستر بيست انتهى او نهايه مستر بيست هتلاقي فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن موضوع مقرف جدا، وده مش هنتكلم عنه خالص في الفيديو بتاعنا ده. عن واحد كان معاه موضوع مقرف بس مش هتكلم عنه تماما، انا بتكلم عن حاجه تانية عن مستر بيست نفسه. مستر بيست لو ما تعرفوش، لو كتبتوا حتى مستر بيست بالعربي هتلاقوا حاجات كتيره جدا، بس للاسف مش هتلاقوا قوي حاجات عن مستر بيست قد ما هتلاقوا القناه بتاعته. مستر بيست لو كتبت بالعربي هتلاقي قناه مستر بيست، او هتلاقي ترجمه لمستر بيست، بمعنى لو دخلت مستر بيست ودخلت قنواته هتلاقوا فيه مستر بيست بالعربي، جاب كل فيديوهاته مترجمه بالعربي. بصوا انتوا لو ما تعرفوش ممكن تدخلوا على اي فيديو مستر بيست بالذات يعني وتلاقوا فيديوهاته، ممكن تتك عليها هنا اهو في السيتنجز، ممكن تخش اوديو تراكس وتشغله بالعربي. 非常感谢你。你要跟他击掌吗 بشوفك بعدين يا رفيقي، بحبكم كتير. 11 متسابق ودعونا. فزي ما انتم شايفين ممكن تشغل مستر بيست بالعربي، فبالتالي لو انت عايز تعرف اي حاجه عن مستر بيست للاسف مش هتشوف غير قناته. عنده قناه، عنده 1000 قناه بالموضوع ده، عنده قناه عربي انجليزي اسباني، واظن في كتير جدا يعني غير كده. بس المهم ان هو مستر بيست كان كله بيحبه، كان كله بيقول عايز تبقى قناه حلوه شوف مستر بيست. في جاكسبتيكاي يوتيوبر برضه مشهور جدا قال للاسف مستر بيست بوظ يوتيوب. Jack, do you think Mr. Beast ruined YouTube? Yes. كل الفيديوهات حاليا موجوده يا اما مستر بيست يا اما حاجه بتقلد مستر بيست، مفيش كرياتيفيتي كتير جدا. فبيقول ان هو دمر اليوتيوب، مستر بيست زعل منه شويه بعدين صلح في الاخر، مش هو ده الموضوع. المهم ان هو كان عنده حق. في اديتور لمستر بيست بتاع مونتاج يعني شبه الحركه اللي بعملها حاليا دي بالمونتاج، بيعرف يعمل الحاجات دي يعني. كان بيقول مستر بيست كان بيعامله بعنف وحاجات شبه كده، ومحدش صدقه. الباقي هي كل الحاجات دي طلعت حقيقيه. في واحد كان شغال على مستر بيست نزل فيديو ان هو الفيديو ده للاسف ما تعرفش ليه ما كانش ظاهر خالص على اليوتيوب. كل اللي كان بيظهر له كان بيقولوا، حتى كان توب كومنت ساعتها ان هو اللي بيظهر له الفيديو ده لازم يكون اخده من لينك ويوصل لي كل ريكومنديشنز. انا حتى على مجال الريكومنديشنز كان نزل من يومين، ففي احتمال ومحدش متاكد ان اليوتيوب بيحاول يخبي الفيديو بحيث انهم عارفين ده الشخص ده بالذات مش هيسكت. لو هم مسحوا الفيديو حتى هو ممكن يرفعه على الفيسبوك او تويتش او اي حاجه شبه كده، فممكن ده يكون احتمال يعني. تاني شبه فيديو بتاع لوجان بول لما كان صور في الغابه دي. مش هتكلم اكتر من كده مش هشرح اكتر من كده. هو ده اللي بتكلم عنه، محدش خالص بيتكلم عن الفيديو ده مش عارف ليه. حتى كريتيكال لو تعرفوه، بينجوين زيدو او حتى بيروسينيكال، سمور نير جيمرز، دول يوتيوبرز دايما بيشتغلوا في الدراما، بس مش عارف ليه محدش بيتكلم عن الموضوع ده خالص. انا ما اعرفش للاسف الموضوع ده غير من يوتيوبر واحد بس اسمه بيجاسس، عمل سكند شانل اسمها مور بيجاسس، بيقول مستر بي جاست دستروي ذيس كارير. هو اليوتيوبر الوحيد حاليا في الدراما اللي بيتكلم الموضوع ده. انا مش عارف ليه خالص محدش بيتكلم خالص عن الموضوع ده. في واحد اشتغل على مستر بيست، القناه بتاعته اسمها دوت باك 404، عنده 63000 مشترك، كان شغال على مستر بيست من الاخر. بيقول لك ان هو كان بينزل من ساعتها فيديوهات. انا بصراحه مش لاقي الفيديوهات في القناه، انا مش عارف الفيديوهات بتاعته فين، ممكن كان بينزلها في مكان تاني. بس المهم يعني ان هو كل فيديوهاته كل فيديوهاته بتتكلم عن مستر بيست قد ايه هو انسان وحش يعني. في الفيديو بتاعه منزله بيقول اي ورك فور مستر بيست هيز ا فراد، ان هو اشتغل على مستر بيست ومستر بيست بيضحك عليكم يعني. فيديو 53 دقيقه، هحاول اشرح لكم بس الاهم نقط فيه عشان كنت هتجنن. انا بجد كنت بتفرج على مستر بيست وكنت بحبه جدا، بعد ما سمعت الحاجات دي كان هيحصل لي حاجه. باختصار هو بيتكلم ازاي مستر بيست بيضحك على الفانز،
وحاجات شبه كده. في بدايه الفيديو خالص بس هو ده الراجل بيقول لك ان هو كان شغال على مستر بيست، يعني ان هو كان بيتكلم من زمان جدا عن مستر بيست بس محدش عارف، وبيقولوا ان هو حكايه مع واحد كان شغال على مستر بيست بس حكايه خرا مش هكلمكم لكم عنها خالص، حكايه مقرفه جدا. بيقول لك في الفيديو ده ان هو مستر بيست بيعمل حاجات كتيره جدا عشان يقنع المشاهدين بتوعه اللي هم اطفال، وهو عارف ان هم اطفال، بان هم يتفرجوا على فيديوهاته. The average demographic is what, 13 through 17? Is that the biggest spike in your analytics? Well, I mean, mine's horseshit. It says like 18 to 24, but I know all my fucking viewers are little kids. Yeah. I feel like it's a lot like that because, you know, little kids lie about their age or they're on their, you know, like... But yeah, and then I have like a fucking massive one for like the 40-year-old range because all the fucking idiots are on their parents' account. Now, Mr. فهو عارف ان هو المشاهدين بتوعه من الاخر يعني اطفال وكبار السن. لما تعمل ايميل على اليوتيوب والفيسبوك لو طفل مش هيكتب طبعا عنده 13 سنه، بيكتبوا ان هم عندهم 20 سنه، فهو عارف المعلومه دي، ومع كده بيحاول يضحك على المشاهدين بتوعه. يعني بيقول كل شويه ان هو بيدي فلوس للناس، بس باين كده من اللي كان شغال ده هو بيقول ان كل الحاجات دي الحاجات دي كلها مش حقيقيه. في اكتر من كليب بيقول لك ان هو مصوره. I remember when I first started seeing your videos, I was like, this shit's gotta be fake. Oh yeah, Like, it's a just huge so- problem for us now. I actually have to dial back my content sometimes just so people think it's real. But also, if what we had to film was scripted, you know, because what we do is non-scripted, so you have to plan for a bunch of variables that you can't control, blah blah. If what we did was scripted, holy shit, this stuff would be easy to pump out. Have you ever faked a video? بيقول لك يعني هو عمره ما زيف اي فيديو تماما. بيقول ان هو لو كان بيحاول بجد، لو كان بجد كان عايز يزيف اي فيديو كان زمانه نزل فيديو كل يوم. هو ما بيزيفش، عشان كده الموضوع بياخد منه اسابيع يعني. بس باين كده من الراجل ده ان كل الحاجات دي اللي هوريها لكم دلوقتي دي كلها CGI. But this train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake, this shredder is CGI, this car is digitally lifted, this pit is fake, this guy is... البيت دي مش حقيقيه، الحفره دي مش حقيقيه، انا هتجنن. باين عليها حقيقيه بزياده، انا مش فاهم ازاي. This guy is fake, this raccoon is a paid actor, this island costs more than $1, this city is not abandoned, these buildings are CGI, it's not your only way out, you can literally get an Uber to the airport for $20. That's not a lurker, it's just a guy. This whole room is fake, this contestant is an actor and a secret employee at Mr. Beast, they had him dive through this fake door twice, this line is scripted, this action is scripted. In fact, pretty much all the videos with Mac are scripted. ماك الولد اللي ورا ده كل شويه كان متابع قصته ان هو كان في الاول كان بيلعب العاب كتير على مستر بيست، وكل لعبه بيكسب $100,000 وفي الاخر المفروض يجمع $800,000. كل شويه بيخسر عشان مسلسل سكويد جيمز لو تعرفوه، في لعبه كده بتحاول تطلع شكل معين من كوكي، لو طلعتها بتكسب. فهو كل شويه مستر بيست بيجيب له التحديات، وفي الاخر تحدي خالص لازم يكون فيه كوكيز دي. كل شويه بيخسر، فاخيرا كسب وكنت فرحان قوي، اخيرا عرف يكسب بعد 3 مرات، اخيرا عرف يكسب. مع ان انا عارف ان هو يعني حرفيا يعني مش واحد فقير مثلا، ده واحد غني هيديله كمان فلوس، بس مهما كان طلع ان هو صاحب مستر بيست من زمان جدا. في فيديو كان هو فيه. I found public records showing that Mac moved from California to Greenville, North Carolina, where Jimmy is located, back in August 2023. يعني هو من 2023 موجود اصلا في اغسطس وعايش جنب مستر بيست. 2 months before he appeared as a قبل شهرين من عمل الفيديو بتاع مستر بيست. contestant. According to a former Mr. Beast employee, this is around the time when Mac started working full-time on the editing team at Mr. Beast. Also, he didn't just move into any old house, he moved into a $1 million mansion. بيقول لك ان هو عاش في قصر ب$1 مليون عند جنب مستر بيست، وهو اصلا شغال عند مستر بيست، وهو اصلا بتاع منتجه. بيقول لك في الاخر يعني هو ماك ده اصلا عايش جنب مستر بيست، والناس بتساله دايما انت بتعمل فلوس ازاي انت فقير، وكل شويه بيقول ما عنديش فلوس، الفلوس دي هتغير حياتي. هو اصلا القصر بتاعه جواه سينما، جواه حاجات كتيره جدا، جواه اوضه بتخلصش، حمام سباحه، وبيعمل نفسه من ساعتها فقير، وان مستر بيست بيدي فلوس للفقراء، ومن ساعتها بيدي واحد صاحبه شغال عنده اصلا فلوس. وبيقول لك حتى ان هو حتى في الفيديو ده اللي هم المفروض يقعدوا فيه 7 ايام في البحر، ممكن تشوف ان هو المكان اصلا فاضي، ما كانوش قاعدين جوه البتاع دي، هم سابوا المكان وقعدوا في اي حته فاضيه. وده على فكره كان الناس بتتكلم عن الموضوع ده كتير جدا، ان في ناس بتقلد مستر بيست بس ما بتعملش حاجات مستر بيست بيعملها، بيعملوا نفسهم مثلا في جزيره وهم مش في جزيره ولا حاجه، دي استوديو. فهو باين كده مستر بيست نفسه بيعمل نفس الحركه وبيضحك عليه. شايفين في مفيش حد هنا، المفروض في 5 اشخاص، وسبحان الله بعد بطريقه من الطرق بقى في 5 اشخاص موجودين وطلعوا من المكان ده. شايفين في واحد جوه، ازاي جوه المدينه؟ هم ما كانوش اصلا موجودين هنا. بيقول لك حتى ان هو الارقام اللي هو الساعه كانت شغاله، حتى الحاجات دي كلها متزيفه، مفيش حاجه بتتعمل في ساعتها. التايمر ده لو شايفين في صوره تحت هي ما كانتش موجوده، بعد الايديت بيحطوه هم التايمر. لو انتوا شايفين في تايمر موجود على الشمال، مفيش تايمر موجود على اليمين. بيقول لك ان حتى كل تربع الحاجات اللي بتتصور هناك كلها مزيفه، يعني بيحاولوا قد ما يقدر ان هم يخلوها دراميه قد ما يقدروا، بحيث ياخدوا مشاهدات اكتر. وده اظن طبيعي عادي، مفيش مشكله فيه. الموضوع ده عامل شبه موضوع مغنيه كان هي طلعت مع ابوها وشتموا كل الحكام عشان قالوا صوتها وحش جدا، وده ما حصلش. بس هو في الفيديو بيعمل لك كده ليه؟ عشان منتج الحاجات دي كلها
باين الموضوع مختلف شويه. هي دي زوي الكسندر. بيبان في الكليب ان هم كانوا حاطينه حاليا، مش هم اللي جات تالنت، هم اللي حاطينه، دي امريكا's Got Talent اظن، مش هم اللي حاطين رافعين الفيديو ده، عشان هم لما كانوا رافعين الفيديو كان كله ضد زوي. لما زوي طلعت وشرحت اللي كان بيحصل من ساعتها وازاي هم غيروا الحاجات، ابوها ايوه طلع بس ما طلعش وزعق وما عملش الحاجات دي كلها، كله اتعاطف مع زوي لدرجه ان امريكا جوت تالنت مسحت الفيديو. فهو يوريك قد ايه الموضوع ممكن يتغير في الايديتنج، وازاي الموضوع ده بيكون حاجه مقرفه قوي يعني، وبيضحكوا على الناس بيها. كانوا هم ضحكوا عليها، قالوا لها ان هي هتضطر تغني اغنيه معينه، وطلع في الاخر لا، هي هتغني اغنيه ثانيه خالص، وقالوا لها هتيجي من 6 الصبح وكانت تعبانه ما كانتش فايقه خالص، وضحكوا عليها، هم كانوا عايزينها تفشل يعني. بس عموما انا قصدي في كل الموضوع ان هو ازاي الايديتنج الموضوع ده ممكن يضحك على ناس كتير جدا يعني. فحتى في مستر بيست المفروض ما يعملش الحاجات دي خالص، بس للاسف هو بيعملها عشان يخلي الفيديو دراماتيكي اكتر، بس بعيدا عن انه بيضيع مصداقيه مستر بيست وفيديوهاته، ده بيخلي الفيديو ما تعرفش مين كسب بجد، وبالذات لما يكون في منافسين بينافسوا على الفلوس. افرض هم مثلا كانوا بينافسوا على الفلوس وعملوا ان هم بيشتموا، هم ما كانوش بيشتموا خالص، فبالتالي هم خلوا المنافسين شكلهم وحش جدا، والمنافسين دول بعدين بيتشهروا، فممكن يتشهروا على حاجه وحشه جدا مش عايزين هم يتشهروا عليها. بس للاسف دي فيديوهات مستر بيست يعني. بيقول لك ان هو حتى الفيديو ده هو البنات ضد الولاد، في فيديو كان عامل 100 بنت ضد 100 ولد، وفي الاخر هيشوفوا مين يكسب. طلع حتى البنات اللي اختاروهم عشوائيا من المشتركين بتوعهم، الولاد اللي اختاروهم عشوائيا اصلا شغالين عندهم. البنت دي مثلا كانت شغاله اصلا مستر بيست، دي اصلا الهايرنج مانجر بتاعت مستر بيست، مش فاكر معناها ايه، تقريبا في الاتش ار يعني، هكتب لكم معناها هنا. وحتى الست دي برده موجوده حتى شغاله عند مستر بيست، ودي حتى حبيبه اصلا مستر بيست. فهو تقريبا مفيش فيديو حرفيا هو مختار واحد عشوائي، لا هو حرفيا كل اللي بيديله فلوس اصلا صحابه. وده كان كومنتات كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده عن مستر بيست، وكل شويه يقول لا انتوا غلطانين، مستر بيست عمره ما يعمل كده. طلع لا، مستر بيست بيعمل كده، او الناس دول كلهم اصلا مشاهير مش محتاجين فلوس خالص، الناس دول كلهم برضه. بيعدها كل سفاره، وده اصحابه. انه حتى بيدي فلوس للناس للولاد عشان هم يطلعوا ويخسروا، هو عايز من الاخر البنات يكسبوا المسابقه، فهو بيحاول بيقدر يعمل غش في الموضوع ده يعني. لدرجه ان هو شايفين حتى ان هو البنات مكتوب 19 بس والولاد 41 بس، يعني البنات خلاص هيخسروا الولاد هيكسبوا، بس هو بيحاول يطلع الولاد بيدي لهم فلوس، لدرجه ان هو حرفيا 5 ثواني هيدي لهم درون عشان يشوفوهم ويعرفوا بيعملوا ايه عشان يضايقوهم. هو حرفيا عايز البنات يكسبوا من الاخر. شكل العام مستر بيست لازم يخلي البنات تكسب عشان يبقى شكله كويس ويساعد الفيمينيزم وحاجات شبه كده يعني، عشان كده كان لازم يخلي البنات يكسبوا يعني. افرض دخلت المسابقه دي مع الولاد وفي الاخر خسرت، بعدين الناس هتقلس عليك، هتحس ان انت عملت حاجه غلط، كان ممكن مثلا تقدم اكتر، بس في الاخر لا، احنا بنحسب مستر بيست بالذات عمره ما ينزل للمستوى ده، المستوى هو المقرف ده، كل شويه عايز حد يكسب الثاني. كنا نحسب الموضوع يبقى عشوائي، لكن لا، عمره ما كان عشوائي. من ساعتها مستر بيست عنده فكره هو عايز يعملها عشان يكسب فلوس، من الاخر كله موضوع فلوس. طلع مستر بيست مش كريم ولا حاجه، كل حاجه عن الفلوس. بيقول لك حتى ان الفيديو اللي هو 10 دقائق ده، هو المفروض واحد ينزل، هو بيقولوا ان هو متدرب، بس بيقولوا يعني ان هو المفروض ينزل في الخمس ادوار دول، لو نزل خالص ياخد فلوس خلال 10 دقائق، بس هو ده مش 10 دقائق. لو شفتوا حتى ان هو الراجل بسرعه قوي ازاي، شايفين الراجل جنب مستر بيست بيتحرك بسرعه جدا، الفيديو متسرع، ده مش 10 دقايق بجد، اليوم تلت ساعه ولا حاجه، ثواني ايوه بتقل ثانيه بثانيه، بس هو اللي بيحصل جوه سريع جدا، هتلاقي الثانيه ثانيتين او 3 ثواني، وهم مسرعين الفيديو عشان يحاول يلحق يعني. وحتى الليزر هو لمسه في حته من الحتت في الفيديو، فالمفروض يكون خسر اصلا. بيقول لك حتى ان هو في مسلسلات كتيره جدا بيعملوا فيها الموضوع ده، ان هم محتاجين مسابقه عادله يعني من الاخر، لدرجه ان هو في مسلسل هو هيقول لك قد ايه كان بيعملوا عشان يتاكدوا ان الفريق ده كسب او الشخص ده كسب يعني في المسابقه، ما يكونش بقى يغش تماما. We always have the same person tie all the knots so that we know they've tied them at the exact same tension. I mean, we get down to inches. And then we have a standards and practices person. And if you don't know what that is, on any kind of a game show where there is a prize, you have to have somebody that ensures that it's fair. They are out there essentially to make sure that we don't do something that would favor one player or one tribe. فهو مستر بيست بيخلي الناس تغش. البنت دي كانت كانت بتقول ان هي كانت لعبت في الفيديو بتاع مستر بيست، كان المفروض يعملوا فيه ان هم يستخبوا غميضه يعني او استغمايه، محتاجين يستخبوا، في الاخر واحد هيفضل مستخبي هيكسب. البنت دي فضلت تعيط على تويتر وتقول لا انا خسرت ظلم، ازاي خسرت، وشالوا الحته بتاعتي من الفيديو. محدش كان فاهم، دي كانت لعبه تافهه، واللي يكسب $1 مليون، بس انتوا اصلا مليونيرات، ما فرقتش قوي يعني. طلع عشان كده هي كانت مش فاهمه ليه مستر بيست ضحك عليها، كانت
بيحصل مستر بيست كويس، ومع كده عمال يقطع حتت ويحط حتت محدش فاهم، محدش كان مصدقها ولا بيدعم فوق ده، طلع كل ده حقيقي. اللي انتم شايفين ده يوتيوبر مشهور جدا، هوريكم منه كليبات بسرعه جامده من الاخر يعني. في المسابقه حاول يستخبى في مكان وكانوا بيقولوا ما حدش يستخبى فيه، هو استخبى فيه وكسب. فهم ازاي يقولوا ما تغشوش وما تعملوش الموضوع ده؟ هو من الاخر مستر بيست كان عايز يكسب واحد معين، انا شايف شكله حلو قدام الناس، مش كان عايز يكسب مثلا البنت دي، كان عايز يكسب ناس معينه يعني. بيقول لك ان هو ازاي بيودي باي كان بيقول ان هو مضايق قوي الموضوع ده، ازاي لسه لحد دلوقتي في ناس بيقولوا لو اشتركت هديك 5000 بلاي ستيشن موجودين تحت اهم، هديهم لك كلهم بس اشترك الاول. فهم بيودي باي كان متضايق من الموضوع ده، ومع كده مستر بيست بيعمل نفس الحركه. All you have to do to enter to win one of these phones is subscribe. بيقول لك ان هو دفع $1,000,000 عشان يشتري كل التليفونات دي عشان يدي للناس، بس باين كده اصلا سامسونج متعاقده معاه اصلا. يعني ازاي مش هيكون معاه متعاقده معاه ونزل لي فيديوهات معاه؟ ده اللي هو اصلا بيديها. الباقي كانه بيديش لكل الناس، بيدي لناس معينه بس التليفونات دي والتبرعات يعني جيف اويز دي من الاخر. المهم ان هو في الحته دي كلها يقول لك ان هو باختصار يعني كان هم عايزين بيقول لك باي شيرت او ساين، بيقول لك ان هو لو اشتريت التيشيرت من عندي همضي لك عليه باسمي. الباقي كان هم ما كانوش بيبيعوا تيشيرتات بس، وكمان كانوا بيبيعوا سويتشيرتات، اظن كمان كانوا بيبيعوا شيرت كات يعني وحاجات تانية كتير شبه كده. بس مش كده بس، هو كمان كان بيمضي على انواع الاكس لارج واكس لارج او اللارج بس، المهم لو كانش بيمضي على الميديوم او سمول خالص. فكل اللي كان بيشتروا كانوا محتاجين يشتروا من اللارج او الاكس لارج عشان ياخد توقيع، وغير كده مش تاخد فلوس، كنت تاخدها من الشيرت بس مش من السويت شيرت. فهو بالاخر بيضحك عليك، بيقول لك همضي لك ومش بيمضي ولا حاجه، هو حرفيا في مكنه بتمضي وهو بيعمل نفسه بيمضي كل الحاجات دي. انا مش عارف في ترجمه كاتبه 22,000، هو قال $1,000 و$2,000 $2,000. المهم يعني فهو من الاخر كان بيضحك على الناس، ما كانش بيدي فلوس لحد، وكان تتبع مفيش حد حرفيا اقر انه اخد فلوس خالص من مستر بيست لما اشترى التيشيرت تماما. مفيش حد 100% قال له اخد فلوس الا لو واحد مشهور، وبالتالي هيظهر مع الفيديو معاه بعدين. بس ليه؟ ما دي واحد فقير وكل شويه ممكن نعمل لايف ستريم في الموضوع ده، كل شويه يمسحوا فيديو ليه؟ عشان هيبان فيه انه بيضحك على الناس، فهو كل شويه بيمسحوه. بس هو الولد ده شاطر جدا، لقى الفيديوهات كلها على الفيسبوك لسه موجوده وعرف يتفرج عليها كلها وعرف يلاقي الحاجات دي كلها يعني. وهو لقى تقريبا 5 جرايم من الموضوع ده، ومن الاخر لقى انه مستر بيست المفروض يخسر تقريبا 1.5 مليون على الحاجات دي كلها، ومستحيل يخسر 1.5 مليون لو هو اصلا هيكسب 1.5 مليون من انه يبيع التيشيرتات. فهو الحاجات دي كلها بيضحك عليك يعني. لازم مستر بيست يكسب، هو ده الموضوع. مفيش شركه في الدنيا بتعمل اي حاجه عشان تخسر، لازم تكسب. فلما اديك لعبه ببلاش اعرف ان هي هتكسب حاجه من كده. هو بيشرح الحته دي في الفيديو، بيقول لك ان انت ممكن مثلا تدي حاجه ببلاش، بس انت غصب عنك لازم تاخد حاجه منه لو حتى ساعدته على الاقل. بس تبع الشركات ما بتعملش كده. مثلا ايبك جيمز كل شويه تدي لعبه ببلاش. هي بتدي اللعبه ببلاش ليه؟ بتدي اللعبه ببلاش عشان انت لما تاخدها ببلاش هتلعبها وممكن تحبها. لو حبيتها صاحبك اللي عايز يلعبها هيقول ايه ده جبتها منين؟ وجبتها منين ببلاش؟ يقول لك من ايبك جيمز، يدور ايبك جيمز مش ببلاش. بس مفيش مشكله، اللعبه دي رخيصه $5 عشان العب مع صاحبي، مفيش مشكله هدفعهم مش هلعب معاه. بالتالي هم كسبوا انهم عملوا اللعبه ببلاش. مش كده بس، وكمان اللعبه بقى عندها صيت اكتر، عندها مشهوره بان هي كويسه. لما واحد لعبها ببلاش اللعبه بتبيع اكتر، فممكن يقولوا للممولين احنا بعنا اللعبه دي مثلا 500 مليون نسخه، فبالتالي دفعوا لنا فلوس عشان نحط اعلاناتكم وحاجات شبه كده يعني، فالممولين دفعوا اكتر. فبالتالي هو مستحيل يخسر، مستحيل اصلا. بعيد عن كده هو اصلا بيعمل حاجه اسمها هي نصيب. النصيب دي المفروض اكتر من 18 سنه يعرفوا يلعبوها، فعلى الاقل قوانين امريكا كل الدول مختلفه، بس طبيعي 18 سنه على الاقل يعني. هو بيخلي اطفال يلعبوا جامبلينج، اطفال وبيبيز وناس كبار جدا في السن مش مركزين، هم اللي بيشتروا الحاجات دي مثلا عشان عيالهم وحاجه شبه كده، فمستحيل يعملوا الحاجات دي. واشوف اكتر من حكايه لولد مثلا في بصوا في حاجه اسمها سويب ستيك وحاجه اسمها كونتست وحاجه اسمها لوتري. السويب ستيك محتاج ما تدفعش فيها اي فلوس خالص، اللوتري محتاج تدفع فلوس، كونتست لا دي انت حرفيا هتخش مسابقه. الفرق ما بينهم يختلف في كام حاجه. اللوتري ممكن تدفع فلوس، العيد سويب ستيك ايه بيحصل في العيد؟ بيقول لك مثلا هنعمل قرعه واللي هيكسب هياخد خروف، ممكن يروح عمره، ممكن يعمل حاجات كتير جدا. كل اللي محتاج تعمله تكتب اسمك وتكتب كام تفاصيل وخلاص كده. اللوتري لا، اللوتري محتاج مثلا تدفع فلوس عشان تشتري ورقه من النصيب وتشوف $10 مثلا، في الاخر هم يكسبوا بال 500,000 مليون واحد اشتروا ب $10 فهم يكسبوا في الاخر. الكونتست لا دي مسابقه، فهو كل اللي بيعمله المفروض يكون سويب ستيك. سويب ستيك لازم يكون طريقه ببلاش، بس للاسف عشان تشترك عند مستر بيست وتخش سويب ستيك ببلاش محتاج يكتب اولا محتاج يكتب حته من الحتت ان هو الموضوع ده مش محتاج تشترك ببلاش، مش محتاج تدفع فلوس، فهو ما بيعملش كده خالص. فبيقول لك لا اشتري تيشيرت كل 5 ثواني، والحته اللي بيكتبها دي بتكون ضايعه جدا موجوده اصلا في تويتر. وبعيد عن كده
وبعيدا عن كده عشان تخش بجد سويب ستيك عنده محتاج تدفع تقريبا، ترسل له 3 رسايل في اليوم، كل واحده مكتوب فيها ان انت عايز تشترك، وبتدفع فلوس كتيره عشان تعمل الموضوع. موضوع معقد قوي ومحدش فيش طفل في الدنيا يعمله. بالنسبه لهم هيكون اسهل لهم يشتروا تيشيرت وخلاص عشان يخشوا نصيب اللي هي المفروض تكون ببلاش. لو فهمتوا اي حاجه قولوا لي. شرحها صعب قوي السويب ستيك. واكتر مره بيقول لك انت هتكسب $1 مليون. ازاي؟ بس ده كمان دي الحته دي بحبها جدا. بيقول لك انت هنعمل مسابقه، هنحط 100 واحد في دايره، واللي هيفضل في الدايره هيكسب في الاخر $1,500,000. وعشان تخش المسابقه دي محتاج تكون اشتريت تيشيرت. لو اشتريت تيشيرت هتلاقي في معاك تيكت يعرف يدخلك المسابقه دي يعني. فهتشوفوا مين بقى في الفيديو. Pocket the money or what? Hey, this is the pilot guy. That's unlike him. Even though you got out first, I still have a prize for you. Just wait here. Oh, first person out gets a car, and it just happened to be your friend Mac. عشان يتبرع باي حاجه لصاحبه، عشان مثلا يدي صاحبه عربيه او يديله اي حاجه، بيعمل نفس الحركه بالظبط. يقول خش مسابقه واعمل نفسك متسابق عادي واطلع وهديك العربيه. لما يديله العربيه على طول لازم يصور الموضوع عشان يبين لك انه كريم، وهو مش كريم ولا حاجه. الحته الجايه بقى دي حزينه جدا. It's about this live stream are that they only signed large t-shirts, so when they selected in order to give a prize, it was apparently always a large or extra large t-shirt. They kept saying things like buy in the next 15 minutes for a chance to win and then not honoring it. Multiple people claiming that their name was read to win a prize and they never received it. الراجل ده مثلا بيقول لك ان هو اكتر مره يعني زي ما قلت لكم ان هو التيشيرتات اللي كانوا يمضوا عليها كانت الحجم الكبير او الاكس لارج بس، فبالتالي اي حد اشترى حاجه ثانيه لو سويت شيرت لو مش تيشيرت والاكس اللارج والاكس لارج مش هياخد التوقيع بتاع مستر بيست. يعني في الاخر كله اصلا كان في التوقيع بتاعه، ثم كان بيوريك يعني هو كان بيوقعهم كلهم يعني. مش كده بس، في 5000 واحد كان بيقول لك ان هم اشتركوا في المسابقه وفضلوا يتفرجوا على لايف ستريم عشان يكسبوا حاجه من مستر بيست وما كسبوش خالص. واحد بيقول لك ان كسبت بلاي ستيشن 4، واحد بيقول لك كسبت جايزه، وفي دليل وحط دليل معاه. مع كده بيبان في الاخر خالص ان هو بيضحك عليهم. No please tell me this wasn't a big scam. It was a big scam. واحد بيقول لك كل يوم عمال يبعت تويته بيقول فيه ان هو محتاج ان هو كسب مستر بيست، وعامل كليب محطوط فيه انه كسب حاجه من مستر بيست ومع كده ما خدش الجايزه. كل يوم عمال يبعت في تويته اهو لما كمل 416 يوم، والتويته الاخيره اهي بعتها 2 ابريل 2023 عدت 883 يوم. هتلاقي النهارده عدى يجي 1000 يوم ولحد دلوقتي ما استلمش جايزته من مستر بيست. جاد دايم. بيقول لك في الكومنت ده ان هو في واحده اشترت لابنها التيشيرت، كان متوقع ان هو ياخد اي حاجه، كان متوقع حتى $100 حتى مع التيشيرت، بس لا. ولما وصل كان انا بحب التيشيرت جدا مفيش مشكله، بس هي الام زعلت على ابنها ازاي ابنها ضحك عليها من مستر بيست يعني. بس ناس كتيره جدا باين كده يعني هي بتقول الموضوع ده ان هو مستر بيست ضحك عليهم. مستر بيست قال ان انت هتكسب وكسب، ووعد دليل انه المفروض يكون كسب بقى الاسم وكل حاجه، ومع كده ما خدش اي فلوس خالص من مستر بيست ولا حتى في ستريم معين. ان هو في اخر الستريم بقى ساعه واحده، اللي ما اشتريش يشتري دلوقتي في اخر ساعه دي، اي حد يشتري ياخد $100. الناس طلبوا ما خدش فلوس خالص، انه ما خدش اي حاجه خالص من مستر بيست، دفع فلوس على الفاضي. ومش كده بس، حتى التيشيرتات اللي هو موقعها مستر بيست مش هو اللي وقعها، هو دليل هنا هو المفروض بيقول لك ان هو في الموقع ان هو مستر بيست كرو، يعني صحاب مستر بيست هم اللي همدوا عليها مش مستر بيست نفسه. هو كان المفروض مستر بيست نفسه. حتى لو انت شفت قدام في الفيديو هتلاقي ان هو كان في واحد مضى التيشيرت بس هو اصلا مش من صحاب be signature. Then he covers it, signs his own. طبعا كتب MB، المفروض ان هو ما يكتبش MB، المفروض مستر بيست او صحاب مستر بيست. هو معاه بس الفيديو ده يعني، راح هو حاول يضيع يعني ويتوه، راح كتب ايه؟ Own initials TC, smirks, looks around, and then quickly slides the shirt away. Could you make it any more obvious? واحد طارق اهو حتى ان هو في الفيديو ده ان هو اخر مره همدي اي حاجه في حياته، ومع كده اصلا مضى ان هو في الفيديو ده. حد بيضحك قوي. مستر بيست المفروض كان هيجيب لايف ستريم يعني، عمل بث مباشر يعني من الاخر. المفروض بث مباشر ده لو انت بعت صورتك ب $10 او حاجه شبه كده هنبعت صورتك. 3 years later, the spaceship finally launched, carrying beautiful pictures of deceased loved ones to the moon, where they would be immortalized. مان بيقول لك بعد 10 سنين حصل حاجه ما حدش صدقها. اول صاروخ يطلع من مده طويله جدا ويفرقع
الصاروخ طلع بعدها ب3 سنين وكان المفروض يطلع صور دي للقمر، بس لا للاسف اتدمر من غير قصد. هو مستر بيست مش غلطان طبعا في تفجير الصاروخ، بس هو كان الموضوع المفروض يرجع الفلوس دي للمتابعين، طبعا ما رجعش اي حاجه. المهم ان هو الحته الجايه دي كلها هيتكلم عن فيستيفالز. فيستيفالز لو ما تعرفوش الشوكولاته بتاعت مستر بيست، هي بصوا عايز بس اقول لكم حاجه، اي شركه في الدنيا اعرف ان هو مستحيل، هو برضه بالحته دي مستحيل يكون هو صاحب الشركه. تتابع الشركات مفيش حد بيكون صاحبها، بتاعت اليوتيوبرز يعني على الاقل بيكونوا هم مشاركين فيها، نادرا جدا بيكونوا هم عاملينها، والاندر من كده بتكون اصلا كويسه. فهو شت انا يوتيوبر بس هو ده للاسف اللي بيحصل يعني. فالا يوتيوبر واحد اسمه مبابيل، ده بيعمل حاجه جميله جدا يعني، ده الوحيد اظن كويس. This is the one you believe in? Yes. Not crazy, Jamie. No? You don't like Crunch Bars? I do like Crunch Bars, but again, it's too sweet. Let me try this. Maybe these are defective. I Oh do my like god, this tastes good to me. Wait, we're supposed to be ranking them. I rated the first one, so we're going completely off of. Oh, we're well, going completely off of. we're in too deep. I rate this a 10 out of 10. I give this an 11 out of 10. Keep in mind, only 5 ingredients. Infinitely healthier for you than the normal thing out there. Also my favorite so far. Okay, here's the thing. I didn't realize you were a dark chocolate guy. I'm not a super dark chocolate guy. I do love dark chocolate. I get this a 7.8 out of 10. Okay, I'm starting to understand this, man. Yeah, Okay, you're a little okay. higher. I'm starting to figure this man out. You're gonna like this one, right? You like salt? I raised you as a sea salt guy. I'm gonna get rid of these. I love salt. Right, No, I want to try those. You just don't. Trust me. You like. This is You're the a best dark one? chocolate kind of guy. Yes. If I can read the room. The room is red. بس بالاخر يعني الولد ده ما اشتغلش معاه تاني، بيقولوا عشان هو ما قالش شوكولاته 10 من 10. متوقع ان هو هيضحك على المعجبين بتوعه يقول ده احسن شوكولاته في الدنيا، بس هو ما عملش كده خالص. المهم صح، حته مهمه جدا. انا برضه كنت مستغرب من الموضوع ده عشان لو تعرف كي اس اي عنده عصير اسمه برايم، ده مشروب طاقه يعني، المفروض مشروب الطاقه ده يكون صحي، ده كان زمان. المهم ان هم عملوه والناس قالوا يا تربع الدنيا كانت بتدوق عشان هو مشهور، لما دقوه لاحظوا ان هو مضر خالص، فلاحظوا ان هو طعمه وحش، فعشان يخلوا طعمه حلو محتاجين يحطوا فيه الحاجات وما يبقاش صحي. هم دايما بيقولوا ده البديل الصحي، وبجد صحي عشان ما فيهوش حاجات مضره، بس عشان يبقى صحي محتاج يبقى طعمه وحش. فالناس لما تشوف طعمه وحش هيقولوا لا مش عايزين نشتريه، فبيغيروه بيخلوا طعمه حلو بس بيحطوا فيه حاجات مضره جدا يعني. اصلا البرايم ده جواه طاقه رهيبه جدا، بيقولوا المفروض الاطفال ما يشربوش تماما يعني، لو عندك اي طفل المفروض ما تشربوش، بس كيس اي للاسف بيقول للمعجبين بتوعهم ان هم يشربوه. نفس الموضوع مع فيستيفالز، هم غيروه وكانوا بيقولوا هيرشيز وحش مضر وفيستيفالز صحي. ممكن بجد كان ده صح، بس مع الوقت فيستيفالز لاحظوا ان مفيش حد بجد بيدوقها يقول طعمها حلو الا فيديوهات طبعا يعني، فلا هنغير كميه الكالوريز والسكر والحاجات دي كلها، فبقت اوحش من هيرشيز، بقت مضره اكتر من هيرشيز. ممكن يكون طعمها حلو بس بقت مضره تمام. وصح في فيديوهات كتير جدا ان هو يكسب فيه، لو دخلت المسابقه دي هتكسب موتوسيكل عربيه وحاجات شبه كده، بس في الاخر بيطلع انت تكسب كوبون. هو لو انت كسبت المسابقه دي مش هتكسب عربيه، هتكسب 15,000 كوبون علشان برجر، وهتكسب برضو كام 5000 كوبون علشان اي حاجه من مستر بيست، و25,000 علشان حاجات برضو مستر بيست. انا مش فاهم ايه هي الحاجات دي بالظبط، بس انا عاجبني جدا. بيقول لك offer codes are good for one time use only. Code expiration varies by offer provider. يعني في اي وقت مستر بيست قال الكوبونات قبل 2023 كلها ملغيه خلاص، كل كوبوناتك ضايعه، انت حرفيا مفيش فايده من الكوبون. اشتري كوبون ليه؟ هتاخد كوبون ليه ما تشتريش بتاع نفسها وخلاص؟ فهو كان بيدي هدايا بالكوبونات ليه؟ والاهم كده الكوبونات بتاعت مستر بيست، مش مثلا الكوبون بتاع مثلا ما اعرفش كشري التحرير، ان هو اي حاجه ممكن حد ياكلها، كرم الشام. لكن هو كان عايز يعمل برجر يعني، كان عايز يسميه مستر بيست برجر، بس انا لاحظته مستر بيست برجر عنده 200 بس، كان بيشتم فايف جايز. ما تعرفوش فايف جايز ده محل بتاع بيتزا مشهور جدا يعني، مطعم بتاع بيتزا يعني مشهور جدا، البيتزا بتاعته حلوه جدا يعني. انا ما دقتوش بس هم كل الدنيا بتقول عليه حلو، مفيش حرفيا كتير فيديوز بتقول عليه انه وحش. فهو ازاي مستر بيست بيقول عليه وحش بيقول مستر بيست البرجر احلى؟ ده دليل ان هو مش فاهم اول الموضوع يعني بتاع الفاست فود. المهم ان هو لو انت شفت مستر بيست برجر هتقولي وريني الرعب ده. لو تعرفوا قدموا كمان 20 ثانيه بجد بجد بنصحكم، اللي جاي قرف. brother what's that؟ فين اللحمه؟ what's that brother؟ في فيلم مشهور جدا اسمه تشارلي اند شوكليت فاكتوري. على فكره استغربت جدا من الفيلم ده من كام شهر كده، عشان اكتشفت ان ده جوني ديب
وات فاك ازاي ده جوني ديب. المهم يعني فهو بيقول لك يعني ان هو كان هو عايز يعمل مستر بيست كان عايز يعمل فيديو شبه الفيديو ده بالظبط. ممكن كنت اتفرجتوا عليه. لو انت دخلت تشوكلت فاكتوري وكسبت هتاخد برضو تشوكلت فاكتوري شبه فيلم بالظبط. لو انت كسبت المسابقات هتكسب شركه الشوكولاته دي. فهو بيقول لك ان هو كان لو انت اشتريت فيستيفالز بتاعت مستر بيست نفس الموضوع بالظبط، تلاقي جوه واحده من الشوكولاته 5 تذاكر. لو رحت هناك عندك فرصه تكسب الشركه بتاعت مستر بيست، تبقى صاحب الشركه وتبيع الشوكولاته معاه يعني تكسب ملايين. فهو من واحد من الناس اللي كسبوا كان المصور المشهور قوي ده. I'm just pure chance. This was just taped. It was taped. No freaking way. So it is like really like total chance. Obviously, like you're one of like hundreds of thousands of names. Talk to Jimmy, Bella. What do you got to say to Jimmy, say thank to you for picking us. بص هو تقول لجيمي شكرا لك على اختيارنا. ثانك يو فور بيكينج اس. هو قال لهم هو مستر بيست اتفق معاهم ان انتوا هتاخدوا شركه الشوكولاته دي، وكان متفق انتوا محتاجين تعملوا فيديو تقولوا انتوا كسبتوا في الشوكولاته البتاعه دي. فهو فتحت نظام جرست. No, he didn't. It was random. Was it though? لدرجه ان الجوز بيقول لا ده كان عشوائي، دي حاجه عشوائيه يعني. ومش كده بس، وهو في الاخر كسب الشوكليت فاكتوري. ومش كده بس، في الاخر هيقول مستر بيست هيقول له طول ما انت كسبت انت هتضطر تبيع كل الشوكولاته دي بس هي هتسيح، فهديلك بدلها $5 مليون او حاجه شبه كده. حتى السويب ستيك اللي شرحت لكم من شويه اللي هي محتاج تكون عندك نصيب ممكن تخشها ببلاش، بانت تدفع مثلا رساله من على البوسطه او حاجه شبه كده عشان تدخل ببلاش. حتى لوجان بول على فكره شخصيه وحشه جدا بتعمل برضه سكامينج بس على مستوى اكبر كتير يعني، بتضحك على الناس بيها احتيال. بيقول لك حتى مكتوب تحت نو بيرشيس نيسيسري، مش محتاج تشتري، ممكن تعمل حاجات معينه كده اهو وهتخش مسابقه، مش محتاج تدفع فلوس خالص يعني. مستر بيست مش حاطط اي حاجه شبه كده في فيديوهاته تماما، مش هتلاقيها خالص غير على تويتر. وحتى في تويتر مش مكتوب فيها كويس جدا، كاتبين نو بورشنس. فاحنا ما بينوهاش يعني انت مش محتاج تدفع فلوس ولا حاجه. انا مش فاهم ليه، واصلا حتى لو حد عارف انت محتاج تدفع 3000 رساله لمستر بيست عشان تخش ببلاش، مين هيعملها؟ مين؟ يعني لما تحطها في فيديوهاتك مش هيحصل اي حاجه. انا مش فاهم بجد، يعني تعمل حتى 1000 واحد عملها، 1000 واحد دول كان فاضل كام؟ $5 مليون مثلا زياده، مش فاهم، $5000 زياده ولا حاجه. يعني هو مليونير، هو ملياردير اصلا. بس على فكره ملياردير بيكسب في السنه $5 مليون او حاجه شبه كده يعني. هو مش مليونير، هو قرب لملياردير. انا مش فاهم محتاج فلوس اكتر من كده ليه؟ هو مالتي مليونير اصلا ولا ايه؟ عشان ما تخش ببلاش محتاج تعمل بتاع طويل قوي دي. هكتب لكم ترجمه، انا بصراحه مش عايز اقرا تاني. من الاخر محتاج تبعت حاجات 5000 رساله، ما تعرفش ليه احنا 2024 ممكن تبعت ايميل باختصار زي ما هو بيقول. مش كده بس، ده هو اكتر مره بيطلب من المتابعين بتوعه ان هم يرتبوا الشوكولاته. يعني لما يلاقوا الشوكولاته موجوده فيستيفالز محطوطه هتلاقي دايما بتبقى مبهدله اصلا. كمان في محلات هيقول لك بعدين ان في محلات شايفه ان ما حدش بيشتريها تماما فبيقللوا سعرها، بيخلوها مثلا 90%، بدل ما الفيستيفالز ب $10 بتكون $1 او اقل من كده كام قرش ولا حاجه ممكن تشتري فيه السويتس بتاعتك دي، فكون مبهدله. فهو بيقول ارجوكم يا جماعه يا اطفال، بالذات اطفال، رتبوها ارجوكم عشان للاسف بتكون مبهدله يعني. فبيطلب ان هم يعملوا كده. شوف كلين اب اند 5000 دراونج، يعني انت لو كسبت، لو انت عدلتهم كويس وصورت انت عملت الموضوع ده، عندك احتمال تكسب $5000. فحرفيا بيشجع الاطفال عشان يعملوا شغله، عشان يرتبوا الحاجات. بصراحة بدأت أكره مستر بيست للأسف، حاجة مقرفة جدا. فهو ده حتى كان بيتكلموا عن الموضوع ده. مستر بيست سباركس باكلاش after asking fans to clean up shelves. بيقول للفانز بتوعه، وهو عارف إن هم أطفال أو كبار سن جدا يعني، عارف إن هم الأطفال هم بيتفرجوا على فيديوهاته وبيسألهم كلهم إن هم يرتبوا حاجته في السوبر ماركت. وات ذا هيل؟ تقول صاحب المدير المحل أرجوك محتاج تحطهم بتاع، أرجوك دور في الماركت ورا هتلاقي فيستيفالز، حطها هنا اهو عشان اعرف اصورها واكسب $5000. وات ذا فاك مستر بيست. بيقول لك حتى في فيديو بيقول لك هنشوف فيستيفالز هي حلوه بجد ولا لا. بيقول لك ان نادرا جدا ان هو حاولوا يدوقوا الشوكولاته ومغمضين عينيهم يعني يشوفوا بجد فيستيفالز طعمها حلو ولا لا. لقوا دايما فيستيفالز تبقى اقل حاجه خالص، ما حدش عاجبه خالص فيستيفالز، طعمها وحش جدا. بيقول لك في فيديو هو كان شغال لسه مع مستر بيست، بيقول لك ان هو في ريدت في واحد بيقول ان هو كان قال له ممكن تستخدم الكلب بتاعي تقريبا او حاجه، او يستخدمهم هم شخصيا يعني، بس هم في فيديو يعني كان محتاجهم عشان يعمل فيديو معاه. لو عمل الفيديو هيديله اكل الكلب اللي هيستخدمه ده للابد. لما خلص الفيديو اخد كلبه تاني وبعدها حاول يكلم مستر بيست 5000 مره ما استلمش خالص اي. المهم ان هو كان شغال عنده، فهو كلم المدير بتاع مستر بيست في الموضوع ده، بعت له الرساله دي، وبعدها على طول لما بعت الرساله دي قال له ماشي هبص في الموضوع، ريدت مسح.
هو اللي بيحصل تقريبا، اظن ده اللي بيحصل يعني عاده الشركات الكبيره قوي دي. مستر بيست على فكره يعتبر شركه حاليا. تقريبا يعني اللي بيحصل ان هو المحاميين بتوع مستر بيست بيكلموه بيقول لك لو ما نزلتش البوست ده هنعمل لك قضيه، والقضيه دي هتكلفك $1,000,000، امسح البوست احسن لك. هو بالنسبه له في احتمال ضعيف جدا ان هياخد اي حاجه، بيقول خلاص امسح البوست، بيكون احسن لي ان امسح البوست بدل ما يجي لي 5000 محامي يقضيني ب 5000 قضيه واخسر كل فلوسي. Now be like shocked, like have your hands over your face, like you're emotional as you can be. So like have your hand reaching for it and then like be like shocked, like you're, yeah. Now act a little surprised. انا لعبنا اكتر من كده. بص حاجتين برعباني، اولا بيدوا له تقريبا كان يديله فلوس $10,000 عشان يديله بيتزا تقريبا ولا حاجه، بس هو الغريب مش قال له شكرا هات اتفضل، لا اولا محتاج يفتح الكاميرا ويديله فلوس. مش كده بس، يقول له اعمل نفسك متفاجئ عشان ياخد كومنتات كتيره جدا واكسب فلوس. الحاجه دي جميله، انت تدي واحد فلوس بس في نفس الوقت مقرفه لو انت تصور نفسك ومحتاج تتعبه عشان ياخد فلوس. لو كده هيقرف نفسه ويرمي البيتزا ويمشي. انا مش فاهم الموضوع ده. اللي عندي بقى اكتر من كده انه بيقول لو انت اشتغلت مع مستر بيست وصلت تواصل معايا عشان تقريبا هعمل فيديو كمان، مكتوب تو بي كونتينيود، يعني لسه في حاجات كمان. ده الشات مستر بيست انتهى خلاص، مستر بيست انتهى تمام. يعني فاكر اخويا كان بيقول لي من فتره ازاي انت هتعمل فيديوهات لليوتيوب، مستحيل تعمل فيديوهات خلاص، اليوتيوبرز خلاص تحددوا. قلت له اسباب كتيره جدا يعني، بس من اهم الاسباب اللي قلتها له ان هو للاسف في 5000 يوتيوبر بيبهدلوا حاليا. اوريكم دلوقتي سكرول لكام فيديو لكام دراما بتحصل حاليا. اليوتيوبرز كلهم انتهوا تماما وهيمشوا. لما هم بيمشوا بيكون في مكان متاح لليوتيوبرز كمان. بس وجعني بجد في الموضوع ده، ازاي انت بجد كان عندك ثقه في اليوتيوبر، ازاي انت كنت بتحب الناس دي، كنت بتحب تتفرج عليهم، في الاخر طلعوا زباله بجد، زباله يعني. هو بس ده الفيديو كنت عايز اتكلم عنه. انا عارف ان هو فيديو مختلف بس انا بحب مستر بيست، مش بتابعه ان انا بحب مستر بيست بحب اشتري حاجته، لا انا بتابعه عشان كنت بحسبه انسان كويس. كنت بحسب ان حتى يعني واحد عمره ما شفته في حياتي، عمره ما قابله في حياتي تقريبا، عمري ما اعرف هو شكله ازاي وطوله ازاي ولا اي حاجه عنه، عمري ما اعرف شكله غير ما على شاشه، بس عارف انه طيب وعارف انه اطيب ناس في الدنيا وبيد ناس فقراء. طلع بيديش لاي حد اي حاجه، بيدي اصحابه. في عدد فيديو ما اعرفش اجيبها، بس في الاخر يعني بيقول لك ان هو حتى لما كان بيقول للناس يوتيوبرز يعني هم هيكسبوا فلوس، كان اكتر مره بيقول ان انتوا الفلوس اللي اديها لكم دي محتاج تتبرعوا بيها جمعيه خيريه، بس مع الوقت بيغير الفيديو في الاخر بيقول لك لا انت ممكن تديها لاي حد، بدك تديها للمتابعين بتوعك. بس انت لو فكرت فيها ما هو اخوه من المتابعين بتوعه، لو ده اخوه فلوس خلصت. هو ما بيديش فلوس لحد. الموضوع كله مقرف. فكرني بالموضوع بتاع الممثلين، تحسب الممثلين بس هم الوحشين، الممثلين الكبار يعني. انت في اجيب لكم جيفن سبيسي مثال مغني قريب لسه من قريب بانه عمل حاجات مقرفه، كمان ممثل اهو. في 5000 ممثل طلعوا في إبستين ايلاند. في الممثلين من الاخر كانوا تحسهم مقرفين، بحيث دول ايوه ناس اغنياء بس دول يوتيوبرز، ناس شبهي، ناس قاعدين في وضعهم بيعملوا فيديوهات مش عارفين بيعملوا ايه، فقالوا يعني اشتغل شويه. انا شايف الموضوع ده فيه حبه من الفن ان انت تعمل فيديو، عشان كده بس بعمل فيديوهات. فانه يبان في الاخر الناس شبه دول تحولوا ناس وحشين للدرجه دي، موضوع مقرف جدا. انا بجد مش عارف اقول ايه على موضوع مستر بيست، مش عارف اجيب لكم شبه كل فيديو نتيجه في الاخر اقول لكم موضوع اتعلمنا منه وما اتعلمناش منه. موضوع مقرف قوي، وانا بصراحه احبطت قوي يعني امبارح. احسن كومنتات بجد موجوده هنا. واحد بيقول لك if Mark Blair is found guilty of something I'm quitting YouTube. بصراحه مارك بلير احسن يوتيوبر في الدنيا. كان في فتره بيقولوا ان هو كان في برضه حاله انا عارف نقطة الكلمة دي لكن في ما قطعتها عشان مستحيل اقولها تاني. Who have saw that Mr. Beast was the real Homelander? Next Mr. Beast video, $1 million lawyer. بيقول لك ان هو خلاص اليوتيوب بينتهي حرفيا يعني. كان في كومنت مش فاكر كان فين، كان بيقول لك ان هو احنا حرفيا عايشين في الرونج تايم لاين. لو ما تعرفوش فيلم افنجرز كان في دكتور سترينج كان بيقول لك ان انا سافرت 5000 تايم لاين اللي هو يعني احتمالات يعني العالم بتاعنا. بيقول لك كان في تايم لاين في مستر بيست انسان وحش، وهو عايشين فيها اهو. مستر بيست طلع انسان وحش يعني. بس ده نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب كومنت وشيروه مع اصحابكم لو عايزين. بس اتمنى الفيديو ده لو مش اي حاجه على الاقل يكون تذكار لنفسي، اشوفه بعدين يعني لما تكبر لو حصل، واشوف ازاي كنت بادئ وان انا كانت مبادئي ما زالت موجوده، واحافظ على مبادئي قد ما اقدر. اظن دي احسن نتيجه بصراحه ممكن نفهمها الفيديو ده، ان مبادئك اوعى تتخلى عنها ابدا. المبادئ دي اهم حاجه في حياتك، مبادئك هي حياتك، اوعى تتخلى عنها ابدا. اعرف ايه مبادئك دلوقتي وحافظ عليها.
بس نتيجه حلوه.